عايز الجنزير يطول معاك لمدة خارقة اللي هي تعتبر الضعف، وتفضل مدياك نفس الاداء في العزم زي ما انت شايف في الموتوسيكل بتاعك ده فوق ال 30,000 كيلو، ونفس العزم، السنون ما اتبردش، وحاجة يعني اللي يشوفها ما يصدقش ان ده جنزير مصري ولا ده موتوسيكل صيني. اقول لكم تعملوا ايه؟ معاكم حلقة جديدة من فادي موتو. دلوقتي قلب الموتور هو القلب، والزيت هو الدم. الجنزير بقى يعتبر اعصاب الموتور. اهلا وسهلا بالاعصاب. ايه هي اعصاب الموتور؟ دلوقتي المخ ادى اوردر للجسم ان هو يتحرك كايد او رجل. ايه اللي بيخلي الاوردر يوصل ويتعمل بكفاءة؟ الاعصاب لو مش كويسة الاوردر مش هيوصل ومش هيتعمل بكفاءة. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. الجنزير يا شباب مهم جدا لاداء الموتوسيكل فوق ما تتخيل. اقول لكم النهارده ازاي تاخد بالك من الجنزير وتعلي كفاءته وتطول عمره بالمنتجات اللي انا جربتها على مدى مثلا 17 سنة 15 سنة. في ناس بتعمل الجنزير بالبنزين، تنضفه بالبنزين وبعد كده تحط عليه زيت، وفي ناس بتحط على الجنزير بايوسول وبعد كده تحط عليه زيت، وفي ناس بتغسله ميه وبصابون بس وبعد كده يحط عليه زيت، وفي حاجات مصنوعة للجنزير زي الموتل سي 1 او الموتل كلين. المنتجات دي مخصصة للجنزير بس بتنظف الجنزير وبتهتم بالتفاصيل بتاعته. تفاصيل الجنزير هي مش حديد في حديد، الجنزير فيه جزء اورنجات حديد وجزء سيليكون، وفي عقل في النص تحت الحديد وبين الحديد لازم الواحد يهتم بيها. دي طبعا في الموتوسيكلات الصيني المتوسطة وموتوسيكلات الصيني العالية والياباني. احسن منتج لتنظيف الجنزير عبر السنين كلها اللي شفته في حياتي انا وكل اللي اعرفهم منتج اسمه مالديني كلين. شين يعني جنزير وكلين يعني تنظيف، تمام؟ ف ده احسن منتج انا شفته واتعاملت بيه وشفت اداؤه على المدى الطويل جدا. بستخدم المنتج ده بقالي 5 شهور تقريبا او 6 شهور. من غيره آلات الجر اللي هي العادية بتاعت الموتوسيكل الصيني النص والموتوسيكل الصيني اللي تحت، آلات الجر دي هتلاقيها في حدود 450 550 جنيه او 600 جنيه. الانواع دي اخرها معاك 10,000 كيلو ل 14 كيلو، اخرها او 16,000 كيلو. ده يعني مستحيل انها توصل للارقام دي بسبب ايه؟ انها ضعيفة، صح؟ بعد ما استخدمت مالديني كلين لقيت ان الجنزير معايا قعد 30,000 كيلو مرتاح جدا. اخر مرة قعد 30,000 كيلو وشوية وغيرته وهو مش بايظ. انتوا متخيلين؟ طب حد فيكم يقول لي نوعه ايه النوع اللي انت اشتريته؟ دلوقتي الهوجن في وال واف اللي بيسرفز على قطع غيارها آلات الجر وكده في مصر هو شركتين اللي انا اعرفهم، هامكو والجندي، تمام؟ هامكو محدش بينصح بيه في الاف والال والفي الهوجن، وطبعا الموتوسيكلات الايه المتوسطه الباقيه. ليه؟ هو 5 مسمار، آلات الجر دي 5 مسمار، وخواصها مش شبه خواص
الاربعه مسمار. في ناس كتيره بتقول لي ان الاربعه مسمار اللي هو هوجن 3 وهوجن 4 والحلاوه والموتوسيكلات دي اللي هي الصين المتواضعه، الاربعه مسمار بتستخدم هانكو زي الفل. وهانكو اغلى من جندي في الاربعه مسمار واحسن تقريبا، عشان هانكو سابق في السوق المصري قبل الجندي ما يصنع آلات جر مثلا للموتوسيكلات الحديثه اللي نزلت اللي هي النص نص الصيني. تمام. فعن تجربه شخصيه وتجربه زمايلي واصدقائي، من الاخر الموتوسيكلات المتوسطه تستخدم الجندي. يا عم راح فين؟ يا عم راح فين؟ تستخدم الجندي، والموتوسيكلات المتواضعه الصيني الرخيصه تستخدم هانكو. عايز الجنزير يطول معاك لمده خارقه اللي هي تعتبر الضعف، وتفضل مدياك نفس الاداء في العزم زي ما انت شايف في الموتوسيكل بتاعك ده فوق ال 30,000 كيلو آلات الجر، ونفس العزم والسنون ما اتبردش، وحاجه يعني اللي يشوفها ما يصدقش ان ده جنزير مصري ولا ده موتوسيكل صيني. اقول لكم تعملوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه لازم تعرف مواعيد. انت دلوقتي بتروح الشغل وبترجع من الشغل، بنتكلم في 50 ل 70 ل 100 كيلو في اليوم. بتروح الشغل كل يوم بالموتوسيكل، يعني 100 كيلو في اليوم مثلا، من 50 ل 100. لازم تعرف امتى تنظف الجنزير وتزيته. بص يا سيدي، هتقسمها 4 اسابيع. اول اسبوع هتنظف بالمالديني العلبه كامله. الجنزير هوريكم ازاي في فيديو، ورا وقدام، الترس اللي ورا والترس اللي قدام، ومعاك فرشه الجنزير. فرشه الجنزير دي بتتجاب منين؟ بتتجاب من نون وامازون ب 100 جنيه. تمام. اهو بص، ده المنتج اهو، تشين كلين بتاع تنظيف الجنزير بس. تمام. بيسيب طبقه طبعا تحمي، وبيطلع الرايش، الحاجات الحديد والحاجات المتكسره والطين الصلب اللي جوه الجنزير. هيطلع. بص هتشغل تبتدي المادة دي تتفاعل. هي مادة زيتية بس حركة بطريقة معينة، ليها دعوة ايه؟ بانها بتحافظ على الاورنجات اللي جوه. بص بتطلع طين. بصوا المنظر. تعالى ورا كده. بعد كده ايه؟ نحط الفرش فوق اهي. نطلع بقى ايه الحاجات العنيدة، الحديد والقرف والطين. هتلاقوا فرق طبعا رهيب. هتحسوا ان الجنزير بقى جديد. دلوقتي ما عليهوش ولا نقطة زيت. تمام. نوقف العجلة.
نمسح الزياده ونشغل العجله العكس بقى، نمسح كل الزياده. تمام، لفه كده تقفل على ايديك كلها كده كلها. بعد كده لفه تروح حاطط ايه الفوطه على السنون ولافف لقدام مش لورا، لو لورا خلاص هتسلم على الشهداء اللي معاك اهو. عشان في برضه هنا وساخه طلعها يا بص، كل ده بيتمص في الفوطه. بص كميه الرايش، كل ده رايش حديد معفن مكسر جوه البتاع، ما بيطلعش غير بالماده الصعبه دي. البتاع ده ب 140 جنيه 145 في نون، ونون ارخص واحد بيبيعه. هبعت لكم اللينك احطه تحت في الديسكريبشن. تمام كده احنا طلعنا الماده وشلنا الزيادات. كده نحط بقى ايه الزيت. هيبقى معاك شويه زيت نضاف، شويه زيت نضاف غطا اهو، هنحط غطا بس. وهنشغل المكنه، ندوس على الاول كده بص الطريقه، صب ولغوص. بس وقف بقى، هاتوا صفر. نحط من جوه الشويه اللي باقيه كده اتزيتت، بس طبعا مش 100% كل الحتت دخلت فيها زيت. هنعمل ايه بقى كده اهو، بايدينا نمشي على العجله كده اهو لقدام برضه، هات الكاميرا على الفرشه، نمرش من تحت ومن اليمين او من الشمال، نحاول ندخل الزيت ونخليه يتغلغل في الجزئين دول. بعد كده ايه كده من جوه الزيت يتغلغل في كل الاجزاء. تمام، بعد كده كده العجله ترجع لورا مش لقدام كده. انت مرشت ايه السنون والجزء ده والجزء ده والجزء ده. طبعا في نسبه زيت زياده هتنطر على العجله عادي، بس برضه هنمص الزيت الزياده في الفوطه المزيته الوسخه دي كده اهو من جوه. نمص كل الزيت الزياده اللي اتبقى في الحتت اللي هو الدقيقه جدا دي، هو ده اللي احنا عايزينه يتبقى. مش لازم يكون بتخر زيت ومزيتها من بره، لا يعني بص 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 لما نمسحها بالفوطه بص النظافه دي انا عايزها. الباقي بقى اللي اتساب ده هو اللي المفروض يتساب، هو اسبوع وهتنضفه تاني. اسبوع طبعا لو انت شغال دليفري. من جوه ومن جوه. بعد كده برضه على السنون نزل الكاميرا تحت ووري لهم السنون. هتنضف الزيت الزياده اللي على السنون. تمام، بعد كده ارفع ايدك من هنا، هات من هنا. بص الجزء ده، بص عايزك تنور الجزء ده، الجزء اللي بين ده والجنط، الحته دي بيبقى فيها زيت كتير برضه هتنضف. تمام، بعد كده خلاص بتشغل على الواحد بقى وتزود وتنطر الزيت الزياده. خلاص حلو كده، اقفل البطال. تمام، ده هننضفه ازاي؟ بسفنجه فيها صابون، مره
وبعد كده تروح شايل الصابون، التانية ومحطة ميه وشايل الصابون، التالتة هتبقى انضف ممكن تاكل عليها من نظافتها. وبعد كده تحط ورنيشك بقى، وده هوريهولكم في فيديو تاني. تحط ورنيش اللي بيحافظ على الرابر ده ويزود عمره. هوريكم ازاي تنضفوا العجله بعد الجنزير. بص الجنزير بقى عامل ازاي، بيلمع كانه جديد.